وبيبدأ فيلمنا مع سرب من طيور الزقزاق المهاجرة واللي بيوصلوا لجزيرة جميلة بعد رحلة هجرة طويلة سحلتهم في الجو. وفي الوقت ده بنلمح نسر سوسة وشرير اسمه شادو بيراقبهم من بعيد وبيخطط عشان يهاجم السرب وياكلهم، وده ببساطة عشان طيور الزقزاق بتعتبر وجبته المفضلة وما يقدرش يقاومها. المهم بيروح شادو النسر تاني اسمه سكادا، والغلباوي ده حبسه جوه قفص عشان هو نسر طيب وبيستغله في عمليات الصيد بتاعته. وبيقرب منه عما بوش خشب شادو وبيقول له جهز نفسك يا بطل، النهارده هنتعشى زقزاق. وفجأة بيبدأ الهجوم، لكن طيور الزقزاق بتعمل مناورة ذكية وبيقدروا يهربوا من شادو في آخر لحظة. أحسن. وبعدها بنشوف زوجين من طيور الزقزاق وهم يلو وجرين واقفين قدام العش بتاعهم اللي سابوه من الصيف اللي فات على الجزيرة، وبيخططوا يقضوا الصيف الجديد فيه. وبعدها بتبيض يلو بيضة، وبعد كام يوم بيخرج منها بطلنا الصغنون بلوي. بس الظاهر ان بلوي شقي جدا وما بيبطلش جري وتنطيط في كل حتة، فبيبص ابوه لامه وبيقول لها احنا شكلنا جبنا لنفسنا وجع الدماغ. وفي يوم بيخرج جرين في شفت الحراسة بتاعه وبيكون مركز جدا، وساعتها بيظهر له سكادا وبيحذروا ان شادو ناوي يهجم عليهم في الوقت اللي بيجهزوا فيه للهجرة، وبينصحوا ياخد مراته وابنه ويهربوا معاه لوادي الفردوس عشان يستخبوا هناك ويكونوا في امان. لكن جرين بيرفض تماما وبيشوف ان سكادا طائر جبان وبيهرب من المواجهة، وبيبص له بثقة وبيقول له انهم لو حطوا ايدهم في ايد بعض هيقدروا يهزموا شادو بسهولة. وهنا سكادا بيرد ببرود وبيقول له اعيش جبان احسن ما اعمل شجاع واموت. وفي اللحظة دي بيسمعهم بلوي وبيبص لباباه وبيسأله باستغراب هو احنا طيور جبانة يا بابا؟ وهنا جرين بيطبطب عليه وبيقول له لا طبعا، طيور الزقزاق دي اشجع طيور عشان بتسافر وتهاجر من مكان للتاني. بيديله جرعة حماس على الماشي كده. المهم تاني يوم الصبح بيصحى بلوي وبيلعب مع صاحبته المقربة بلوفيريا، وبيكون واضح جدا انهم اصحاب الروح بالروح. وفي نفس الوقت بنشوف جرين واقف مع 2 من اصحابه وبيخططوا عشان يعملوا فخ محكم للشرير شادو. وبنرجع تاني لبلوي وبلوفيريا فوق تل عالي، وبنشوف الكولونول وينج وهو بيدرب الطيور الصغيرة على الطيران. لكن بلوي بيكون خايف جدا وبيفضل واقف مكانه فوق التلة وخايف يطير، وبتحاول بلوفيريا تشجعه على الطيران. لكن فجأة بيظهر الصقر شادو وبيهجم عليهم، ووقتها بيحاول جرين يستدرجه الفخ لكنه بيفلت منه بذكاء. وبيلمح بلوي اللي أخيرا اتشجع ونط من فوق التلة وطار في الجو، لكن يا فرحة ما تمت، خدها الصقر وطار. وبيفضل بلوي يصرخ بأعلى صوته وبيسمعه جرين وبيطير بأقصى سرعة، وبيدخل مع شادو في مواجهة حياة أو موت عشان ينقذ ابنه. وفعلا بينجح ينقذ بلوي، لكن للأسف جرين بيضحي بحياته وبيموت. ومن يومها بلوي بيدخل في حالة حزن شديدة وبيرفض الأكل والكلام، والأهم إنه بيقرر ما يطيرش خالص. وبتحاول بلوفيريا تخرجه من المود وتهزر معاه وبتطلب منه يعملوا سباق طيران، لكن بلوي بيرد عليها بخوف وبيقول لها الطيران شيء خطير وانا مستحيل اطير تاني ابدا. وبتطير بلوفيريا قدامه عشان تشجعه وتكسر خوفه، لكن بلوي بيفضل متمسك برأيه وبيرفض يحرك جناحه. وفجأة بيهجم قط شرس على بلوي، ولان بلوي رافض فكرة الطيران تماما القط بيقدر يخطفه بسهولة وبياخده معاه على البيت اللي هو عايش فيه. وبتجري بلوفيريا ام بلوي وبتحكي لها اللي حصل، ووقتها بيعتقدوا ان بلوي مات وخلاص القصة انتهت. وفي نفس الوقت بيكون بلوي محبوس جوه قفص في البيت. وتاني يوم الصبح بيشوف سرب عيلته بيهاجر من المكان قبل ما الشتا يدخل، وعلشان كده بيقرر يهرب من القفص بأي طريقة. وفعلا بيقدر يفك نفسه وبيخرج، وبيفضل ينادي بأعلى صوته على مامته وبلوفيريا، لكن للأسف مفيش حد بيسمعه. وهنا بيقرر يكمل طريقه لوحده ويواجه مصيره. وفي السكة بيقابل بلوي مجموعة طيور وبيقول لهم إن تاه من السرب بتاعه، وبيسألهم عن طريق وادي الفردوس عشان يلحق عيلته. وساعتها الطيور بتشاور له على الطريق، لكن بيكونوا مستغربين جدا، مش مستوعبين إن ازاي زقزاق صغير وضعيف زيه هيهاجر لوحده في التلج والبرد ده. وده علشان معروف إن طيور الزقزاق ما بتستحملش الشتاء وما بتحبش البرد. وبعد كده بيكمل بلوي رحلته وبيطلع فوق جبل عالي، ولما التلج بينزل بيحس بالبرد الشديد لكنه بيصمم يكمل طريقه. وساعتها بيلمح طائر في السماء بيفتكره سكادا وبينادي عليه، لكن الصدمة إنه بيطلع الصقر المرعب شادو. وهنا شادو بينقض عليه وبيجري بلوي بأقصى سرعة وبيحاول يهرب، وبالصدفة بيستخبى في مكان ومن غير ما يقصد بيبوظ فخ كان طائر تاني عامله. وفي اللحظة دي بنتعرف على الطائر ده وبيطلع اسمه جيرون، وبنعرف إنه عامل الفخ ده مخصوص عشان يصطاد شادو. وعشان كده جيرون بيتعصب جدا على بلوي لأنه ضيع عليه فرصة عمره، وبيبصله باستغراب وبيسأله ازاي زقزاق صغير زيه ماشي لوحده في التلج ده. وهنا بلوي بيرد بشجاعة وبيقول له إنه تاه وإنه مكمل لوادي الفردوس لوحده. وبعدها بيكمل بلوي مسيرته وسط الجليد لمسافات طويلة، ولحد ما بيتعب جدا بيدخل كهف ضلمة عشان يرتاح وينام. وتاني يوم الصبح جيروم بيصحى
بيصحى يتفاجئ ببلوي نايم جنبه في نفس الكهف وبيطرده بره بعصبية، وبيعتذر له بلوي وبيمشي مكسور الخاطر. لكن فجأة جيرون بيفكر في خطة خبيثة وبيقرر يستغل الزقزاق الصغير وبياخده لقمة الجبل وبيفهمه ان ده طريق مختصر لوادي الفردوس. وطبعا بلوي على نياته ومش فاهم ان جيرون ناوي يستخدمه كطعم عشان يصطاد شادو، لكن اول ما بيشوف جيرون بيجهز الفخ وبيطلع طلقات البندقية بيفهم اللعبة وبيرفض يكون طعم وبيرجع لورا عشان يهرب وينفد بجلده. ومن سوء الحظ بيتزحلق هو وجيرون من فوق منحدر جليدي خطير، وبعدها بشوية بيسمع بلوي صوت صريخ عالي، ولما بيقرب من المكان بيلمح فار اسمه ماوسي واقف مرعوب على حتة تلج في وسط المية ومش عارف يعدي الناحية التانية. وبسرعة بيسحب بلوي حتة خشب وبيرميها للفار عشان يعدي عليها، وفعلا بينقذ حياته في آخر لحظة، وماوسي بيشكره من قلبه وبيمشي. بس فجأة بتتكسر حتة التلج اللي واقف عليها بلوي وبيجري في الطيار بلوي بسرعة رهيبة، وبيصرخ بلوي بأعلى صوته عشان ماوسي يسمعه ويرجع ينقذه، لكن الفار بيختفي تماما. وفي آخر ثانية بيظهر جيرون زي الصاروخ وبينقذ بلوي ببراعة قبل ما يقع من فوق الشلال المرعب. وبعدها جيرون بيلوم الزقزاق الصغير وبيقوله شفت الفار اللي أنقذته سابك وهرب ازاي، كنت هتموت بسبب غلطة غبية. ووقتها بنكتشف ان جيرون بدأ يحب بلوي ويخاف عليه بجد، وعلشان كده بيقرروا يكملوا رحلتهم مع بعض وهم ايد واحدة. وبالليل بقى بنشوف جيرون جايب اكل لصاحبنا الصغنون بلوي وبيقعدوا مع بعض، وجيرون بيفتح قلبه وبيحكي له عن ولاده اللي راحوا منه. وبنعرف انه في يوم خرج عشان يجيب لهم اكل، بس الصقر الشرير شادو هجم عليه وبسببه فقد عينه. ومش بس كده، ده كمان هجم على العش واكل ولاده التلاتة، وعلشان كده جيرون عايش حياته كلها عشان ينتقم من شادو ويخلص عليه. وبيرد عليه بلوي بحزن وبيقوله ان شادو قتل باباه هو كمان، ومن ساعتها وهو واخد قرار انه مش هيطير تاني ابدا، لان الطيران ده شيء خطير وهو السبب في انهم بيخسروا الناس اللي بيحبوهم. وهنا جيرون بيطبطب عليه وبيحاول يخفف عنه وبيقوله ان الناس اللي بنحبهم وبيمشوا بيتحولوا لانوار في السماء وبيفضلوا يراقبونا ويحرسونا. وبعدها جيرون بيسأل بلوي عن اهله وهل عنده اصحاب ولا لا، فبيحكي له بلوي ان نفسه يوصل لوادي الفردوس عشان يرجع لحضن مامته ولصاحبته بلوفيريا، وبيقول له بحسرة انهم اكيد دلوقتي فاكرينه مات وشبع موت. فبيطمنه جيرون بابتسامة وبيوعده انه هيقف جنبه وهيساعده يوصل لوادي الفردوس، وانه اكيد هيرجع لحبايبه. وبعد الرغي ده كله بياخدوا بعض ويناموا عشان يرتاحوا من تعب اليوم. فجأة بلوي بيصحى مخضوض على صوت جيرون وهو بيصرخ بأعلى صوته، وده علشان الثعلب المكار فوكس هجم عليه وهو نايم وخطفه وطلع يجري. فبيقرر بلوي بشجاعة انه مش هيسيب صاحبه ولازم يروح ينقذه بأي تمن، وبياخد الصدفة والرصاصات بتوع جيرون وبيجري ورا فوكس بأقصى سرعة. لكن طبعا فوكس بيكون سريع جدا وفجأة بيختفي كأنه فص ملح وداب. وفي الوقت ده بيظهر الفار ماوسي هو وعيلته كلها، وبيقرروا يقفوا جنب بطلنا الصغنون بلوي عشان يساعدوه يحرر صاحبه جيرون. وبنرجع نشوف الثعلب المكار فوكس اللي بيستعد عشان يطبخ جيرون وواقف محتار يتبل اللحمة ازاي، وفجأة بيسمع صوت خبطة وبيلمح خيال ثعلب تاني واقف بره، بس طبعا ده مش ثعلب بجد، ده ماوسي وعيلته واقفين فوق بعض عشان يشتتوا انتباهه. وفي اللحظة دي بيتسحب بلوي من وراه وبيقدر يفك جيرون بذكاء وبياخده من ايده وبيهربوا سوا. وبيلاحظ بلوي ان جيرون تعبان جدا ومش قادر يصلب طوله، فبيسيبه في مكان امان عشان يرتاح وبيخرج لوحده يدور له على اكل. لكن للاسف بتقوم عاصفة ثلجية مرعبة وبيكون بلوي على وشك انه يتجمد ويموت، وبيلمح كهف قدامه فبيدخل يستخبى جواه بسرعة علشان ينفد بجلده. يا عيني على بطن، صعب عليا والله. المفاجأة بقى ان بلوي بيلاقي نفسه دخل جوه الكهف بتاع الصقر الشرير شادو. يا مصبتش يا لهوي يا خرابي. وبيسمع بقى مرات شادو وهي نازله في زعيق وخناق عشان مرجعش باي صيد طول اليوم. وهنا بلوي بيترعب ومن كتر الخوف بيتحرك خطوه لورا فبيعمل صوت غصب عنه، فبيسمعه عم بوش خشب شادو وبيجري وراه علشان ياكله، وهو بيتوعده انه هيخلص على عيلته كلها لما يهاجروا هجره الربيع. وهوبا بيمسك بلوي بين مخالبه عشان يبلعه. وفجاه بيظهر جيرون من العدم وبينقض على الصقر المرعب شادو عشان يصفي حساباتهم القديمه. وهوب نزلوا فوق بعض ضرب، وساعتها بيقرر بطلنا الكيوت بلوي انه يتصرف وما يقفش يتفرج، وبيمسك طلقه من رصاصات الفخ بتاع جيرون وبيحدفها بكل قوته على شادو، فبتتضرب في العش وبينفجر باللي فيه. لكن للاسف بيقدر شادو يهرب وينفد بجلده من الانفجار. وفي اللحظه دي بنكتشف ان جيرون اتصاب اصابه خطيره جدا ووقع في الارض، وبيطلب جيرون من بلوي يكمل طريقه لوادي الفردوس لوحده عشان يلحق يحذر اهله من هجوم شادو عليهم. وبيحزن بلوي جدا وبيرفض يسيب صاحبه ويمشي، لكن جيرون بيطمنه وبيبص للسما بهدوء وبيقول ان ولاده وحشوه قوي. وبعدها بيفارق الحياه وبيقرر بلوي ينفذ وصيه صاحبه ويكمل رحلته لوادي الفردوس، وبيمشي مسافات طويله لوحده وسط الجليد لحد
لحد ما بيهلك من التعب، وبيتخيل إن حبيبته بلوفيريا اتخلت عنه وإن السرب كله فاكره مات ومحدش هيدور عليه، فبينام في مكانه وهو مكسور وحزين. وتاني يوم بيصحى بلوي وبيطلع فوق جبل عالي عشان يشوف المسافة اللي باقية لوادي الفردوس، وبيعرف إنه خلاص قرب يوصل، لكن جسمه بيكون ضعيف جدا ومش شايله. وبالليل بتقوم عاصفة ثلجية شديدة، فبيستسلم بلوي للبرد وبيقول إنه خلاص مش قادر يتحرك وفرهد، فبيقع وبيغمى عليه وبيستسلم للموت. لكن وقتها بتظهر غزالة طيبة وبتشيله على ظهرها وبتاخده وبتوصله أخيرا لوادي الفردوس. وهناك بنلاقي أصحابنا الفار موسي والطائر الجبان سكادا موجودين، وبيحاولوا هما وباقي الحيوانات يفوقوا بلوي بكل الطرق، لكن مفيش أي فايدة، فبيقرروا بكل بساطة إنهم يدفنوه. بس فجأة بيفوق بلوي من الغيبوبة وبيفرح جدا إنه أخيرا وصل للوادي بالسلامة وسط أصحابه، وبيقضي هناك أحلى أيامه وبيلعب ويهيص مع الحيوانات. وبتعدي الأيام لحد ما بيجي فصل الربيع، وفي اللحظة دي بيفتكر بلوي إن الشرير أبو كرش شادو ناوي يهجم على عيلته مع بداية الهجرة، فبيقرر يرجع علشان يحذرهم بسرعة. لكن سكادا بيعترض وبيقوله إن دي مخاطرة كبيرة وممكن يموت فيها، وبينصحه يعيش حياته ويحمد ربنا إنه لسه عايش بعد كل المخاطر اللي شافها. وهنا بطلنا الصغنون بلوي بيقع في حيرة كبيرة، مش عارف يعمل إيه، يروح يحذر عيلته اللي سابوه مشوا من غير ما يدوروا عليه، ولا يكمل حياته في أمان جوه الوادي. وعلشان كده بلوي بيقعد لوحده والحزن والهم واكلين قلبه. وفي الوقت ده بيجيله مستر جات المعزة وبيفضفض معاه بلوي عن حيرته الكبيرة، فبيقول له جات نصيحة من الآخر: اسأل قلبك واللي يدلك عليه اعمله. وساعتها بلوي بيطلع فوق صخرة عالية وبياخد القرار الصعب انه يرجع يطير من تاني. وبيروح بلوي لباقي الحيوانات وبيطلب منهم يحطوا ايدهم في ايده عشان يخلصوا من شادو، لكن طبعا الكل بيرفض وبيقولوا انهم عايشين في امان ومش حمل مشاكل. فبيبصلهم بلوي وبيرفض يعيش جبان وبيقرر يطير لوحده عشان يلحق يحذر اهله. وفي الناحية التانية بقى كانت المصيبة بتجهز، شادو بيهاجم سرب الطيور وهوبا بيخطف بلوفيريا في مخالبه، وفجأة بيظهر بلوي زي الصاروخ وبيخبطوا خبطة جامدة بتخليه يسيبها. ووقتها الأم وبلوفيريا الصدمة بتاكلهم لما بيعرفوا إنه لسه عايش يرزق. وفجأة بيفضل شادو يطارد بطلنا في الجو، والمفاجأة بقى إن بلوي بيشوف صاحبه جيرون وبيكتشف إنه لسه عايش، فبيحاول جيرون يستدرج شادو للمصيدة بتاعته، بس الصقر المكار بيتفادى الفخ ببراعة، وبيضطر بلوي ياخده ويدخل بيه البيت اللي كان محبوس فيه عند القط، وبيحاول يحبسه في القفص. وطبعا القط ما بيصدق يشوف شادو قدامه فبيحاول ياكله، لكن الصقر بيعرف يهرب في آخر لحظة من الشباك. وساعتها بيتفق جيرون مع بلوي على خطة ما تخرش المية. بلوي هيطير بسرعة عشان يجر رجل شادو وراه، وجيرون يحدف عليه الرصاص، وفعلا بينفذه، بس ولا رصاصة بتيجي في الصقر المنحوس ده. وبيفكروا في فكرة تانية وبيقرروا يستدرجوه ناحية جرس الكنيسة عشان الجرس يخبطه في نافوخه ويخلص عليه. وفعلا الجرس بيخبط شادو خبطة بتجيب أجل وبيقع جوه قبر مفتوح، فبيجي جيرون وبيردم عليه التراب وبيدفنه وهو حي. عاش يا وحوش، خلصنا منه للأبد. وبعد المعمعة دي بتوصل طيور الزقزاق للجزيرة في أمان تام، وبيقعد بلوي وسط عيلته وهو طاير من الفرحة، وبيعرض على جيرون يعيش معاهم، لكن جيرون بيفضل يرجع لوادي الفردوس يعيش مع الحيوانات هناك. وفي النهاية بيعيش بلوي في سعادة مع حبيبته بلوفيريا وباقي عيلته، وبيفضلوا طايرين في السما وهم حاسين بالأمان اللي كان غايب عنهم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. لو عجبكم الكرتون اخبطوا اللايك التمام وقولوا لي في الكومنتات رأيكم يا وحوش. وما تنساش لو بتحب الكرتون يبقى مكانك موفي تونز، والسلام.